ده كان هنا. لا النهارده انا شفت النهارده واحد كده سليم. النهارده ما اشتريتش. انا كنت جايباه مع الحاجه اللي جايباها المره اللي فاتت لما كنت متسوقه انا وابو حاجه كتير، وكنت جايبه فعلا كوز لانش. الرغيف ده كبير. اتاكد لي بس الفراخ تفك عشان اغسلها وانقعها، لان هي اللي هتقطمنا الفراخ. الكفته مش هتاخد حاجه. هي بدات تفك. ماشي. بس انت هتعملي ايه الاول؟ الفراخ هنقعها واغسلها كويس، واحده اسلقها واحده اشويها زي ما انت قلت. لا اصلا هتعملي فين الاول بعد تشوي ولا لا هشوي الاول. هو السليق ده هتفضل مسلوقه ولا هتعملي اسلقها وبعدين احمرها. هي تاخدش وقت، ولا السليق بياخد وقت ولا التحمير بياخد وقت. اللي بياخد وقت الشوي. حاله الضغط ممكن تفتحيها كده، تفتحي الشوي تفتحيها كده متبله. هعملها لك ملهاش مكان خالص. خلاص مش لازم. ده السليق ما بياخدش حاجه. في حله عاديه بس تحطوا لي ميه في الكتل، ميه حلوه. ميه على كله؟ ميه نضيفه. بصي كده الخمر كده ولا لا، وعشان لو بدات في تسويه انا عارفه انك هتضعفوا قدامه وهتاكلوا. والله العظيم لو سويته قبل الاكل هيضعفوا وهياكلوه، انما انا اعينه بعد الاكل احسن. اسويه بعد الاكل عشان يبقى سخن للمدارس كده تاخدوا منه حلو طرش. لما دلوقتي هتاكلوه تدوروا لي الاكل اللي هعمله. يضعفوا قدام العيش السخن عشان يخمر يبقى حلو. عادي هيتركن مش هيجرى له حاجه، هيبقى احلى لما يتركن. انا هشتغل في الغداء على طول. مش كنت عامله صينيه امبارح؟ صينيه ايه؟ لما خلصنا كانت تتعمل. لا، اللي عملناه امبارح كله اتاكل. كان فيها 3 هنا صح؟ حطيتوا على بعض واتاكلوا والله. ده انا نزلت بالليل بقول لك يونس لما صحي كده الساعه 5 بيقول لك جعان صح؟ قال لي جعان وصعب عليا. قلت له ده احنا كلنا حاجات حلوه قوي وانت نايم يا يونس. رحت واخده حته عجينه وشغلت عليها الفرن وعملت له سندوتش الفراخ بيه. مع اني كنت هموت وانام، كنت خلاص، بس قلت عشان ما ينامش جعان تاني. واكل وراح نام. هتفرحوا بيهم بقى دول في المدرسه. رزقكم سهلين كده تاكلوا. ولما الاقي السجق اعمل تاني. السجق بقى يبقى حاجه تانيه. وسجق ولحمه زي اللي عملناها كفته سندوتشات. يبقى يوم ايه على البحر كده. ايه جبت السجق ولا لا؟ لا انا لما بفكر اعمله مفيش هنا. مش المحلات التركيه. التركي ما بيعجبش ابوه. خلصنا الفينو. ما تشوف لي فوطه يا محمد وتغطي لي العجين ده خليه يخمر ويبقى حلو ما يقشف. انضف بقى هنا. وهحط دي قد ايه. كل ده هيترمي عشان في الفرن فمش هينفع استخدمه. استنى نشيل الشوربه. لازقوا في بعض. خليها على الحوض. خليك سواحل. ده الملوخيه صح ولا؟ التاني عين الفريز. بتبقى الفطيور الحاجات دي لحمه ولا بتنفع. بط ولا وز؟ شوربه. بلاش اقول لك شوربه. عارف. شفتني؟ طب والله العظيم طعمها زي شوربه اللحمه بالظبط. هي شوربه لحمه اصلا. شوربه اللسان. ما تقولوش لحد بقى تاني. ما تقولوش لابوك. ما تقولوش لحد خالص. بس هي اصلا شبه طعمها طعم اللحمه والله. بس ابوك لو عرف نفسه مش لان هو ما كانش اللسان اصلا. كنت زمان لما اجيب لحمه الراس اكلها له على انها لحمه عاديه ولا كانش يعرف. والله العظيم ما كنت تعرفه. لا ده حلو جميل. حلو والله. ده ما اللسان كان فيه حته لحمه. كانت هي لحمه اصلا. نفس طعم اللحمه العاديه بس طريه وبتعمل والله. تعملي جربت الارانب ما حبيتهاش. جربتيها؟ مش عارفه مين اللي ضحك عليها واكلهاني. انا جربتها قبل كده. كان ستي سعديه كانت جربتها. انا اتضحك عليا مرتين في الاكل. مره في الارانب ومره في السمك القراميط. الحاجتين دول انا ما بحبهمش خالص والكل عارف ان انا ما بحبهمش. كانت خالتي الله يرحمها اي سمك وحطها بقى كده وانا ما اعرفش. فبقول لها ده سمك كده يا خالتي. قالت لي حلو جربيه طعمه حلو. وبعد ما دقت حسيت ان هو قلت لها هو ده قراميط. جبت كل اللي في بطني ما قدرتش استحمل. احط هنا عادي ولا هي؟ لا على الحوض. والارانب برضو حد ضحك عليا واكلهاني
نفسي بتشيل منه. مش فاكره مين اللي ضحك عليها اكلها. بصي كده يا ماما، الخمر كده ولا؟ وعشان لو بدات فيه تسويه انا عارفه انك هتضعفوا قدامه وهتاكله. والله العظيم لو سويته قبل الاكل هيضعفوا وهياكلوه، انما انا اعينه بعد الاكل احسن اسويه بعد الاكل عشان يبقى سخن للمدارس كده تاخدوا منه حلو طرش. لما دلوقتي هتاكلوه تدوروا لي الاكل اللي هعمله. يضعفوا قدام العيش السخن عشان يخمر يبقى حلو. عادي هيتركب مش هيجرى له حاجه، هيبقى احلى لما يتركب. انا هشتغل في الغدا على طول. كنت عامله صينيه امبارح. صينيه ايه؟ لما خلصنا كانت تتعمل. لا اللي عملناه امبارح كله اتاكل. كان فيها 3 هنا صح؟ حطيته على بعض واتاكلوا. ده انا نزلت بالليل بقول لك يونس لما صحي كده الساعه 5 بيقول لي جعان صح؟ قال لي جعان وصعب عليا. قلت له ده احنا كنا حاجات حلوه قوي وانت نايم يا يونس. كنت واخده حته عجينه وشغلت عليها الفرن وعملت له سندوتش وفرخ بيه. مع اني كنت هموت وانام، كنت خلاص، بس قلت عشان ما ينامش جعان تاني. واكل وراح نام. هتفرحوا بيهم بقى دول في المدرسه، رزقكم. سهلين كده تاكلوا. ولما الاقي السجق اعمل تاني. السجق بقى كبده ولحمه زي اللي عملناها كفته سندوتشات، يبقى يوم ايه على البحر كده. جبت السجق ولا لا؟ لا انا لما بفكر اعمله مفيش هنا. اه مش المحلات التركيه، التركي ما بيعجبش ابوه. خلصنا الفينو. وتشوف لي فوطه يا محمد وتغطي لي العجين ده خليه يخمر ويبقى حلو ما يقشف. ننضف بقى هنا. وهحط كل دي قد ايه؟ كل ده هيترمي عشان في الفرن فمش هينفع استخدمه. استنى نشيل الشوربه. خليها على الحوض، خليه كيس واحد كفايه. ده الملوخيه صح ولا؟ التاني عين الفريز. بتبقى الفطيور الحاجات دي لحمه ولا بتنفع. بط ولا وز؟ شوربه بلاش اقول لك شوربه. عارف؟ شفتني؟ طب والله العظيم طعمها زي شوربه اللحمه بالظبط. هي شوربه لحمه اصلا. شوربه اللسان. ما تقولوش لحد بقى تاني. ما تقولوش لابوك. ما تقولوش لحد خالص. بس هي اصلا شبه طعمها طعم اللحمه والله، بس ابوك لو عرف نفسه مش لان هو ما كانش اللسان اصلا. كنت زمان لما اجيب لحمه الراس اكلها له على انها لحمه عاديه وهو ما كانش يعرف. والله العظيم ما كنت تعرفه. طب انا لسه مش هاخد بقى. لا ده حلو جميل. حلوه والله. ده تاكلها دلوقتي. فاللسان كان فيه حته لحم كان طعمها حلو. هي لحمه اصلا. نفس طعم اللحمه العاديه. بس بل بالعكس طريه. طريه وبتعمل والله. تعرفي جربت الارانب؟ الارانب ما حبيتهاش. مش جربتيها؟ عارفه مين اللي ضحك عليها واكلهاني. انا جربتها قبل كده. كان ست سعديه كانت عاملاها. انا اتضحك عليا مرتين في الاكل، مره في الارانب ومره في السمك القراميط. الحاجتين دول انا ما بحبهمش خالص وكل عارف اني ما بحبهمش. كانت خالتي الله يرحمها اي سمك وحطها بقى كده وانا ما اعرفش، فبقول لها ده سمك كده يا خالتي. قالت لي حلو جربيه طعمه حلو. وبعد ما دقت حسيت ان هو، قلت لها هو ده قراميط؟ جبت كل اللي في بطني ما قدرتش استحمل. حط هنا عادي ولا هنا؟ لا على الحوض. والارانب برضو حد ضحك عليها واكلهاني، نفسي بتشيل منه. مش فاكره مين اللي ضحك عليها واكلهاني. دي مش عارفه بس كده. دول الكبار اللي اتدخل عليها. مش عارفه. ايوه حلوه دي. سلطه ولا لا؟ عندنا سلطه من امبارح وعندنا سلطه طحينه فكرني بيها. انت لو عايز تجهز لي الزبادي وحاجات التتبيله بتاعت الفراخ عشان اتبلها واشويها. عارف تتبيله الفراخ ولا مش عارف؟ لا زبادي وبهارات. البهارات اللي احنا بنحبها دي. وهي زبادي كتير؟ وزيت زيتون. مش عايزه كتير. لا احط عشان بلال هيستخدمه معلش.
هنعمل 3 خيار ولا هنعمل ايه خيار؟ وايه تاني؟ ايه تاني؟ البهارات الجديدة اللي هي هنا الكبيرة، دبس الرمان. ايوه الاثنين، دبس الرمان وزيت زيتون. اجيب ده بس. بس لو عايز ليمون مثلا، يا سلام لو تهرس لي الثوم مجهزاه اهو في البرطمان، بتجهز يا دوبك على الهرس. البرطمان بتاع مسك كده. اهو هنا اهو. هي ايه؟ ما لازم بس مثلا كده اللون مش في المواعين، شوفها تكون مغسولة. لا مش اهي بتتنقل من مكان. كل مرة يحطها في مكان شكل. عايز دي صح؟ بغسل ايدك، خده بغسل ايدك. وقعت ايه؟ معلش. ماشي. كبير ده. الحته اللي في الاخر. عادي عادي مش مهم. بحط لها شوية نعناع، كانت حلوة. تحط نعناع فريش، عندنا نعناع فريش تفرمه كده وتحط معاها عادي. بس خد بقى من هنا. دول الكبار اللي بتاكل عليها. وهنا تعال. ايه ده؟ ايوه حلوة دي. بسرعة ولا لا؟ وعندنا سلطة طحينة فكرني بيها. انت لو عايز تجهز لي الزبادي وحاجات التتبيلة بتاعت الفراخ عشان اتبلها واشويها على طول، يبقى الفراخ ولا مش عارف؟ لا زبادي وبهارات دي زبادي كتير؟ وزيت زيتون. ما تجيبش الجليدات القديمة. هو القديم في حاجة غريبة. حلوين اللي مش عايزة كتير. لا حط عشان بلال هيستخدمه، معلش حط الاثنين. هنعمل 3 خيار ولا هنعمل ايه؟ 10 خيار. وايه تاني؟ ايه تاني؟ البهارات الجديدة اللي هي هنا الكبيرة، دبس الرمان. ايوه الاثنين، دبس الرمان وزيت زيتون. اجيب ده بس. بس لو عايز ليمون مثلا، ليمون في الفراخ هيبقى حلو. يا سلام لو تهرس لي الثوم مجهزاه اهو في البرطمان، يا دوبك على الهرس. البرطمان بتاع مسك كده. اهو هنا اهو. هي ايه؟ ما لازم مش لاقيه. كتير من الهرس كده اللون مش في المواعين، شوفها تكون مغسولة. لا مش اهي بتتنقل من مكان. كل مرة يحطها في مكان شكل. بغسل ايدك، خده بغسل ايدك. وقعت ايه؟ معلش. الحته اللي في الاخر. عادي عادي مش مهم. بحط لها شوية نعناع، كانت حلوة بالنعناع. ممكن تحط نعناع فريش، عندنا نعناع فريش تفرمه كده وتحط معاها عادي. بس خد بقى من هنا. ما بحبش اكتر الشوربة للفراخ، بحس ان هي ما بتبقاش ليها طعم، بخليها قليلة خالص. شوية انت هتجيبه في ال اه عايزين كلهم ولا؟
شوفهم قد ماشي، هما حلوين على قد. وطي شويه يا يونس. وطي يا حبيبي. هاتيلي بصيره صغيره في الموضوع. ترند 2019. اصغر بصلايه، اصغر من كده لو ان شاء الله، حتى من الصغيرين خالص. هات 2. ريحه البهارات دي جميله، لما اعمل بيها اكل ريحتها تعجبني. ماشي، هات 2. حطيت نعناع فريش؟ لا لسه. اهو. خلي دي في التلاجة دلوقتي. ماشي، حطيها في التلاجة بس اوعي ننساها عشان تاخدوا منها في اللانش بوكس ان شاء الله. انا حطيت ملح، لا ما حطيتش ملح. الملح اهو. حطيت فلفل وادي الملح، حطيت بصل ومرقة دجاج، ورق لورا. حطيت ورق لورا، بصي على التوم، وشوية كمون. غطي الشيسون. حطيت فلفل بس. والمية بتغلي هنزل بالفرخة بقى متقطعة ومغسولة. أول حاجة عملناها سلق الفراخ. ممكن بقى الحمد تولع عين تانية التفت دي خلي دي هنا مثلا عشان نشتغل في حاجة تانية. نعملها دي كمان. استنى، في غطا دي هنا؟ حلقتين مش دولة تقريبا. أي غطا. هعمل ايه؟ هشوي هتبل الفرخة المشوية وعينها في التلاجة بقى. ممكن تحطوا مية وتعمل الرز انت بقى. الرز بالشعرية. زود مية. محتاج شوية دبس. المشكلة الحلة اللي انت بتعملي بيها فيها الكشري لسه ما خدتوش، ضحكتوا عليه وقلت لها هتاكلوه. امسحيها وعينيها. هنعمل حلة تانية ولا نعمل ايه بقى؟ ولا الحلة دي كبيرة؟ احنا مش عايزين رز بشعرية كتير عشان ما يفوتش. مثلا دي عامل بسمتي. البسمتي مش عايزينه كتير برضه. دي حلوه للبسمتي. هو هيجيب لك حله الرز بالشعريه، لان هي الرز بالشعريه ممكن يبقى اكتر شويه من البسمتي، لان هم كلهم عايزين رز بشعريه. عمل رز بشعرية. ما بحبش اكتر الشوربه للفراخ، بحس ان هي ما بتبقاش ليها طعم، بخليها قليله خالص. شوية دول انت هتجيبهم في عايزهم كلهم ولا لا؟ شوفهم قد ايه. ماشي، هم حلوين على قد الفرخه المشويه. وطي شويه يا يونس. وطي يا حبيبي. فين وش ده؟ هاتيلي بصيره صغيره في الموضوع. ترند 2019. نهار التوم. ان شاء الله، حتى من الصغيرين خالص. هات 2. ريحه البهارات دي جميله، لما اعمل بيها اكل تعجبني. ماشي، هات 2. حطيت نعناع فريش؟ لا لسه. اهو. خلي دي في التلاجة دلوقتي. في التلاجة بس اوعي ننساها عشان تاخدوا منها في اللانش بوكس ان شاء الله. انا حطيت ملح، لا ما حطيتش ملح. الملح اهو في النص. حطيت فلفل وادي الملح، حطيت بصل ومرقة دجاج،
ناقص ورق كمون. لورا. حطيت ورق لورا. بصي على الكمون. وشوية كمون. كمون. المية بتغلي هنزل بالفرخة بقى متقطعة ومغسولة. هاتني الكمبيوتر. ماشي، أول حاجة عملناها سلق. ممكن بقى الحمد تولع عين تانية وتتكرر دي فردي هنا مثلا عشان نشتغل في حاجة تانية. نعملها بيه هون. استنى. في غطا دي هنا. حالتين من دول تقريبا. أي غطا. هعمل ايه؟ هشوي هتبل الفرخة المشوية. عينها في التلاجة بقى. ممكن تحط مية وتعمل الرز انت بقى. الرز بالشعرية. زود مية. محتاج شوية دبس. المشكلة الحل اللي انت بتعملي بيها فيها الكشري لسه ما اكلتوش، ضحكت عليه وقلت لها هتاكلوه. مسحيها وعينيها. نعمل حلة تانية ولا نعمل ايه بقى؟ ولا الحلة دي كبيرة؟ احنا مش عايزين رز بشعرية كتير عشان ما يفوتش. مثلا دي اعمل البسمتي. البسمتي مش عايزينه كتير برضه. دي حلوه للبسمتي. هو هيجيب لك حله الرز بالشعريه، لان هي الرز بالشعريه ممكن يبقى اكتر شويه من البسمتي. لان هم كلهم عايزين. اعمل رز بشعرية. حط برضه شويه بهارات من دي بتبقى طعمها حلو وفيها بصل وثوم. اغسل الرز الاول وانا هقول لك على كل حاجه. ممكن كمان تزود له ميه بس مش كتير، يعني خلي نص مية حلوة؟ او خليه يملاه كله عشان نعمل الرزين نوعين. المشكلة ان احنا خلصنا كل الغربة. لا في اهو اغسل دي اشطفها بعمل على مهلك. مش هغطي بيها. اطمن بس عارفينه عايزين ايه. هذا يفضل. بصوا هو يبدا ازاي، بدأ يكبر ازاي. لازم يحمر كده. لا مش هحط دلوقتي برضه مش هستعمل. خدي مسكي منها لو معانا وانتهينا لي. بتعمل صح؟ هو لا انا عايزاه اعلى من كده عشان يبقى خفيف خالص. هنسوي الاكل وبعدين نبدا نسويه. شويه زيتون. شويه مايونيز. شويه مايونيز. معلش يا محمد تعالى نمسكها شويه كده. انت بس تجيبي. لو فضي ترميها. شويه شطه عشان الفرخه تبقى طعمها حلو. ماشي ارميها بقى. خلاص عشان ده مش عايزه دلوقتي. هنحتاجهم في الرز بس لما واقلب بقى الخلطه في البهارات الحلوه دي. عايزين البصل زي ما انا بعمله. هو الرز البسمتي بتعمله ازاي؟ ساعات بعمله ببصل وساعات بغير والاتنين بيبقوا حلوين. بس لو عايز طعم 100 هتجيب بصلايه صغير. صغيره صغير بصلاية. مش قوي يعني، بس بصل مش كبير لان الرز مش كتير. طبعا حلو قوي. الفراخ لو تبلتوها قبلها بيوم بتبقى احلى، تبقى طريه اكتر. بالك انا اعمل مش عارف نفس اللي انا عملته. مش
مش شغالة أصلا. ما عشان كانت شغاله وسكت. معلش اغسل ايدك. فين البصله ولا فاكره؟ مش مستاهله اقطع. اغسل ايدك. انت حطيت الزبده في الحله؟ حلو حلو عشان بتاع مش شغالة أصلا. امال كانت سخنه ازاي؟ مش عارف. دي كانت سخنه ولا الحله سخنه؟ اوعى تحط ايدك من هنا. كانت سخنة مولعة، مش اللي هو سخنة بس. احنا كده كده عندنا البهارات كلها بودر. هات بودرة الزعفران من هنا. على طول لسه صفار الزعفران عارفه؟ بودرة صفرا قوي كده اهي. اه. لا ايوه استنى بتجيب لي حله صغيره مش شرطيه يبقى 100 100 ننجز بسرعه. استلس عادي. ده اللي ماسكها الحلوه دي. انا ممكن اعمل لكم لسان عصفور كمان لو عايزين. عندي شرب. ايوه شفت الحله اللي كنت عشان ما نكترش. صغير ما تكفيش. ابعد عنه. رشه ملح. تعالي بقى عشان لو عايزين تعملوا. لا تعالى في عيد. حط دول معلش على سلطه الزبادي. اللسان عصفور بقى يبقى عايز زبده حاجه صغيره نقطه. كل ما تقلل الزبده في لسان عصفور لا يبقى عايم على وش كده مبقاش حلو. لا خد واحده حته صغيره خالص اصغر حاجه كده ماشي. حته صغيره قوي قدها كمان عشان ما يتحرقش. ايوه كده ما تفتحهاش بس في الحله اهم شيء. خلصت العلبه؟ شغل النار على لا مش عايز نار عاليه عشان النار على مهلك. حلو كده. طيب استنى تشرب الملوخية. طب هات له لسان عصفور. وشها أكل. باينه في علبه هنا. في علبه فيها. معلش لا لسه البصل بتتحمر. نسيت سخن مية. انا قلت لمحمد ما عملش. ده احنا جايبين شكار. خد منه النبي. الميه اللي حطيتها في الفرن غليت احط الفرخه بقى. خلاص هي كده كفايه عليها. مفيش يا شادي انا متاكده ان انا جايبه شكار. ازاي ده انا جايبه لسان عصفور متاكده. ازاي بقى؟ وريني يا عم. اسمع نفسك يا عم. اوعى بس عشان هو لو لقيتها ماشي. هداكي من الشتا. ازاي ولقيتها؟ ده انا مسكت لا عارفه لسان عصفور يا رز؟ مين؟ اللي بنعمله شوربه؟ عصفور بتاع كده صغير. مش سامع عصفور. عارفة عصفور؟ لا لا مش فاهم. هو أنا تقريبا مسكت الشكاره وما جبتهاش. طب انا لما مسكتها فكرت ايه؟ اشتريت وانا ما اشتريتوش. ما في للاسف. يمكن هنا. حطي ايه بقى الأول رز ولا ايه؟ هقول لك دلوقتي. بحط الفلفل الاحمر بيديله طعم حلو. حته الفلفل الاحمر بتخلي الرز البسمتي حلو قوي. البصله بقى كل ما تتحمر بتديك طعم حلو للرز.
استني معلش عشان بخلي التتبيله لما الفرخه تبدا تستوي اروح مشبعها تاني بيها. الميه غليت، شوف الميه غليت كده. تجيبها ثواني. احط شويه بهارات، هحط بهارات ناعمه كلها. هات الملح هنا معلقه. حط معلقتين. هجيب هنا معلقه الرز صغيره. ماشي، جاهز رز الشعريه والشعريه. مفروم بتاع ده هيكفي ولا اجيب اكتر شويه؟ قليل أوي. في علبة تانية هنا فيها باين. حط سنة من كل حاجة. حد شاف السكر؟ في سكر في سكتك؟ لا كان هنا سكر. سكر منين؟ سواء في البتاع. عصير الرز برضو معلقة سكر كده مع البصل. تديله طعم حلو قوي. علبة مديله فيها شعرية. شفت بقى التحميصة دي؟ الشعريه الاول صح؟ الحمصة بس تكون جاهزة عشان ايه؟ ما تركنش حاجة. دي تقريبا حلوة. دي خلاص الحمد لله. الخمر بتاع الفرن يمكن نحتاجه في حاجه. بص دي بقى على شكل الرز ولونه من قبل ما احط بودرة الزعفران عامل ازاي. هتقدروا ما تحطلوش حاجة ويبقى طعمه حلو برضه. بس بودرة الزعفران دي بتخلي لونه حلو. المية المغلية. بص عليها قولي لي احط قد ايه؟ لا في دي ما تنفعش، لازم حاجة مقفولة بلاستيك. معياره بيبقى ازيد من الرز العادي. تحط مية تبقى اكتر من كده. الرز التاني ميبقاش كتير كده. انا حاسة عايز لون تاني. شوف لي غطاها بقى. كده خلصنا الرز. تتشوي كل ده ما شاء الله جميل. هصبع الكفتة تلحق. تعرفي فين اصلا؟ ايوه كده دي. دي الرز. هنقل هنا عشان بس ايه تشتغل. صبيت دلوقتي البتاع بتاعها. استنى بس مروق الدنيا عشان ما نتركبش. قولي لي برضه تحطي الرز قد ايه؟ ماشي. شفت الزبده اللي انت كنت حاططها وديتها فين؟ اهي في الحله ولا اجيب الزبده نفسها؟ لا هناخد الحله دي نستخدمها، هي نقطه بس لما الحله تستوي. برضه ما ينفعش مصفى يا ابني. الرز بيتغسل في حاجه بلاستيك وبعد كده بتصفيه مكان الرز. تعالى حاجه بلاستيك كده. حط تاني خلي بس ودي بدل عندي. دي تغلي تاني عشان يبقى فيها ميته مغليه. بتاكلي الشطه اكيد. شطه ايه؟ مش في هنا شطه؟ حطيت لك في الفراخ والله شطه. والله حطيت فيه. انا قلنا المفروض ما احطش. ليه؟ انت عارف ليه؟ المفروض. بصوا بقى رخامة البودرة بتاعت الزعفران دي بتبقع، بس لو الرخام وحش اللي هو اللي بيشرب ده تفضل عارفة، انما ده منه ناعم ما لزقتش. شوية شكلها مرضي عشان انت اللي طلبت محمرة، بس عادي كله من دي وكله من دي. ودي برضه هحمرها لكم. اجيب لك الميه؟ لا اما الرز سيبها تغلي لغاية اما نيجي نحتاجها. تعالى تابع اعمل الشعرية يلا على ما تخلص لك الرز. حط الزبدة. الشعريه ما تتكسرش؟ لا ما تغسلش الشعرية. المصفى كانت معاك هنا ولا فين؟ هات الزبدة الأول. ناخد النقطة دي برضه. انت هتصبعي كده؟ صبع انت كفتة؟ بس هتصبعي كده بس؟ ما هو واحد وهنفكه مش هفضل اوريك ازاي تعملها؟ نصبع شوف. يلا هتعمليها كلها صح؟ كبيرة صح؟ تعالى هنا عشان اوريك. كده ولا ازود تاني؟ لا حط تاني عشان الرز برضه فيه زبدة كتير. يلا كده؟ ماشي. ما تجرحيش الحلة بس. خشي؟ لا شوفي. حط شوية زيت زيتون مع أي حاجة بتعملها في الرز أو الطبيخ، وحط زيت زيتون شوية صغيرين. حط شوية الشعرية
اوريكي واحد قولي كده حلو. كبير قوي، صغر شويه شويه كمان بس. كده بدي؟ لا دي حلوه. ولعها عشان دي ملوخيه واعملها. دي مصفيه. ولعها على الرز والجمال. بصي الصباع كده. بص بقى هعلمك حركه الكفته عشان تطلع. انت عملت في واحد بس مش هيطلع حلو. ليه بقى؟ 2 مش مفرغ من جوه. 5. بص الفراغ تفرغها من جوه تطلع معاك احلى. مثلا واحد ما ينفعش يعمل يعني ممكن تجيبها بشكل تاني. لا اهو ما هو يشتغل كده. يشتغل لوحده؟ ايه ده ما حطيناش رغيف العيش. والله اللي عاملها من غير عيش. والله أصلاً. بتبقى حلوه. بتبقى خفيفه اكتر. بس دي حلوه انا بعملها من غير عيش برضه. انا حاطه فيها بيكنج باودر كمان. تعملي فيها كده بص شايفه الصباع بعدين عامل احنا ازاي؟ لسه ما عملناش بس كل ما تقرب هنا تبقى سهل عليك في انك تخرجها. ايه رايك تجيب السيخ ونعمل فيها احسن؟ يعني زي دي. هتلاقي الكيس عندي. خلاص يا بليل اتفكت. طب ما انا مش عارفه افكها. انا هعمل لا هتعمل كده بس. انا هعمل يبقى كده حلو مش طلع 5 عايزة عشان أقلع؟ اعمل عشان ما دهولهمش ماشي ما نغسلهم تاني. طلع واحد. الزبده. ماشي كده. ماشي. هي مزيكا. عايزه ماما اخلص الاكل واشيل. شكل المطبخ حلو على فكره الطبخ مزاج. انك تبقى تعرف كل حاجه في الحياه مفيد. تطبخ اي حاجه تتعلمها فايده ليك. بس عايزين نعمله رفيع عشان ايه يخش في السندوتش. ايه ده هو انت اصلا هتاكل؟ انا عمري قصدي هناكل ما هو الاثنين. هو اصلا بيكش. انا هنعمل هنعمل سندوتش. ما هو ده هيكون اتعمل هيكون برد. لا ما بيخش الفرن في ثواني بيتعمل. ولا على طول كده زي البيتزا كده. على طول. اصلا وبعدين الكفته انا بعمل فيها حركه حلوه. بسويها نص سوا واركنها. ولو هسوي حاجه تانية اسويها وبعدين اديها شده كمان تبقى حلوه. حبيبي الصباع مش عارف. اعمل لي انت كور وانا اكمل عليك. يعني اعمل لي كور كده قد الصباع وانا اخدها اشتغل بيها على طول. جايه لك اهي. ايدك حاميه بتسخن العجين. ابوك لما اعمل الكفته رفيعه يقول لي ما تعملهاش رفيعه. ما تبقاش رفيعه. يبقى الصباع مدمج كده عشان فيه لحم ما تبقاش ناشفه. انت ما حطيتي فيها دي ولا هي اصلا فيها انا حاطه كل حاجه. بعشق اللي هي في اي حاجه خطيره. وجايبه لكم طرب بس الطرب بقى لما نشوي. يعني انت لو قلتي تعيش بقيه حياتك من غير زبده ولا سمنه ولا اي حاجه باللي هي بس انت يا بختك انت ما بتتخنش تاكل ليه براحتك. في ناس سبحان الله غدتها مش عارف ليه ازاي الغدد عندهم ما بتبقاش قابله للتخنه. ما عندهمش غدد اللي بتربي ممنوع عندهم. بس حلو مش وحش ياكل براحته. انا بقى عشان ولد وبتحرق. انما لو بنت وعندهم زي نسبة الحرق عند الرجاله اكتر من الستات عشان بقى عندهم نسبة العضلات اكتر. ده اصلا في المدرسه بتحرق كل حاجه. تاني يوم بنضيعه. الواحد بقى لما بيكبر الحرق عنده بيقل. كل ما تكبروا الحرق يقل. عشان بيقعد بقى يريح. هاتيه. خلصتي رز؟ هتعمل لها بس بس زوجين. كده كفايه ولا ايه؟ سنة كمان. الله فرخه بدات ريحتها وشكلها تحفة. وشكلها مش هاكل محمرة. تحس اجواء رمضان وربنا. اجواء رمضان لسه شغالة عندنا. انا اصلا ما بحبش الحاجات المشويه تعرفي كده. ليه بقى؟ ما اعرفش. حط الرز. ده المشوي خطير. بس ينزل برز على طول. عليه عشان ما يوسخش كتير. حط رز بالشعريه ده برضه هيبقى خطير هيعجبك. حط معلقتين 3. تاني المعلقه دي صغيره اصلا بس. حط لك بقى شويه بهارات من دي يطعمهولك. ماشي. عارفه اول ما تكبري هتزهقي من الشغل زي ندى كده. كفايه كده؟ كفايه. دلوقتي عندك الحمام. احط ده كمان؟ لا ميه بقى. ميه؟ اصبري شويه كمان وهخليك تعملي معايا كل حاجه. احطها كده؟ لا مش كلها. احط لغايه ما اقول لك تمام.
كمان بس. حطي كمان. بص بقى معايا الرز عشان تعرفوا الفرق أجيب بسمتي غطا؟ من غطاها مغسول. هو البوتاجاز طفى تاني ليه؟ عملها دلوقتي. نزل عليه نقطة مية طفى. لو عايز تضيف ملح بمعلقة دوش عشان تظبط ملح وتعرف ازاي تظبط ملح. المية تبقى حادقة شوية يبقى هو مظبوط. يفضل المية تكون حادقة؟ تكون حادقة شوية بيشرب يطلع المية. معاك مظبوط. لأن بيسحب الملح، النشويات اللي فيه بتسحب الملح. وملح سنة ملح سنة يبقى مظبوط. البهارات تحفة. غطيها لنا. شاطرين. ما فضلناش غير الملوخية. الرز هنشوف بقى البسمتي ولا الرز بالشعرية. بقى. البسمتي لايق مع الأكل دي. بلال عمل البسمتي، محمد عمل الرز بالشعرية. شوف مين الأحلى. هما الاتنين حلوين أصلا، كل حاجة ليها طعمها. هو ليه بنعمل كده؟ بيعمل إيه؟ بص لما بطلعه بصي عشان الدهن بيمسك في البتاع. ازاي؟ بعمل كده أهو. بسحب العصاية مش بسحب يعني ماسكة البتاع بس السحب عجبت. تدخلتها جوه او تدخلها تحت. الصباع ده بيبقى قافل على الصباع على الكفتة، قافل على الكفتة ايه، وبتسحب في الصباع بيحبس الصباع ما يمشيش. كده صح؟ وفي نفس الوقت صوابعك بس مش ضاغطة من هنا، ده بس اللي ضاغط. داخله كده عشان دي بقى لا العصاية. ما يمشيش معاك ليه؟ بص مش في النور بتاع بص تعالى دي صغيرة. بص انا عملت الصباع اهو. الصباع مفروض اهو حلو اهو، عجبني شكله 100 100. ايدي كلها مفروده عليه اهو. ايدي كلها مفروده عليه اهو. الصباع ده ضاغط شويه، بقيت الصوابع ضغطه بس مش قوي، مش ضغطه قوي. فهمت حاجه؟ لازم تكون ماسك كل حاول مره كمان، مش بالضغط. ما بتطلعش لسه بعمل. ماشي. الصباع ده قافل كده والصوابع دي ماسكه بس مش قوي. وراك سحبه كده. طبعا دي اتكسرت عادي. هدي عليه وانا هديت عليه خلاص. هدوقه؟ عايز تدوقه قلبه، دوقه من غير ما تجرح الحلة. خد قلبه بدي، قلب بدي. اول ما يتشرب كده بهدي عليه. حط ميه تانية ولا؟ لا ميته فيه. وريني شطرت. ندوقه. اتدك شويه بس عادي. بص احطه ولا عايزه الاول؟ عادي. اكتر من ده صح؟ اغسلهم بقى او حطهم في الحوض دلوقتي. هدوقه. خدي وفك دي من هنا، شيليها عشان ما تتزفرش. والله مظبوط. ازاي كده طويل؟ اوعى حد يدوس لي على العجين من هنا لسه ما يخش الفرن ينفخ. مغريه صح؟ قوي. انا عايزه بس الفرشه محدش. حبيبتي خبطت نفسها يا البوم. معلش هتقعد تعيط سنة على الخبطة دي. مش عبال نفسها. معلش خلاص. ما تسيبهاش تاني بقى، خدي بالك منها. معلش ماما قافل على البتاع. لا هدينا بس مسكت اسم. حبيبتي معلش حقك عليا. هي فوق الصف. نزل بقى. حولتها على الفرق. نزلتها شوية. أي فوطة كمان هات. أي فوطة أي فوطة فوق قوي. حطها بالعرض كده عشان إيه؟ بتجيب توريهم الحلاوة دي. والله كانت واخدة لون بس احنا دهناها تاني عشان ايه؟ تشبع من التتبيل. حبيبي وريني. جامد؟
يا حبيبتي اسم الله. انا بحسب هنا مش في دماغها بقها. اسم الله عليك يا زعلانة. امك. طبعا. معلش يا حبيبتي. معلش يا سو. خليها تشرب شوية مية. ميه. زعلانة يا نور عيني. صعبة على نفسها. يا روحي. اغسل ايدي وقت. اغسل ايدي وقت. معلش هغسل ايدي وقت. زعلانة. تعالي يا نور عيني. وريني. يا نور عين امك. صلي انا وانت لا تشربوا نبوظ. مش هعمل لهم اكل انا هقعد بمسك. انت احسن تعمل لهم حاجه. بتضحك ليه؟ بتغسل. لا ماما اللي خلفتها. يا نور عين امك انت بس. عارفه انا نسيت ايه؟ ايه؟ حاجه مهمه. واحنا بنصبع الكفته المفروض بميه البصل اه. والفلفل بتديها لون. بس انا هحلها بالفرشه نسينا العيش والبصل. على طول انسى على طول. ما الحاجه في التلاجه قلت لهم فكروني بس انا نسيت خالص. مسك. بس عارف بقى لما تدهن وتنزل على الفراخ هتخليها حكايه. بس تشد شويه واديها لون. نلحن امك انت. الملوخيه مين بيعمل الملوخيه؟ تعالى خد دي حطها هنا. سكانة. استنى حطيها وامسكها قصاد بعض حطها لي هنا. والبهارات دي عايزه تترتب. معايا رصي البهارات دي بس الاول وخلي لي الكزبره برده. اوعى حد يتعور تاني والنبي. في طاسه صغيره يا روز. طاسه صغيره بنقلي فيها البيض. عارفه طاسه صغنونه كده. ولا بنسلق. او اقول لك معلش لا مش دي هنعمل حاجه تانيه. خدي مسك حاولي تاخديها. حلو قوي في تحميره الطول. بس الاول دي تغلي هقول لك دلوقتي. اه. نعمل بقى ايه؟ طش. ونغرف احتاج تاني بس سمنه بلدي. خليها خطيره السمنه البلدي. الكور اللي انت شايلها في الفريزر. ماشي. الكوره اللي احنا قاطعين منها. هدوق بس طعم الشوربه واظبطها. احط لها حته ثوم. شويه فلفل. شويه كزبره. تعمل ايه؟ يلا يلا يا سوق اعملي كده. البهارات دي خطيره. كده ولا تاني؟ ماشي حط هنا تاني. وعايدك بنب. بس خلاص عشان ايديك. مش بالكتر. تفرق في الاكل اصلا. كفايه كده؟ يا ريحه ايه الحلوه اللي طالعه. انا في ريحه داخله في مناخيري مجنناني. قدامك هلا كتير مش هتعرفي. المعده طلعوا الرز. شوف استوى كده. لو استوى ارفع عليه. سمنه بلدي شويه جميل. انا عايزه افوت ادش في الدنيا دي عشان الملوخيه عملتها معايا. لسه بدوده كده. بس مظبوط. مظبوط قوي. حطك. ريحه الكفته اللي دخلت مناخيري عرفتها. قفشتها. فاهم الكفته ريحه خطيره. الله اكبر عليك. لا شغل جامد. يا سلام. لا بجد انا مدلعاكي صح؟ اوعى تقولي انت كمان اتخوضت كده كتير عليا. معلش 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 يا حبيبي. مش قادرة اتكلم. المنظر تحفه صح؟
ميه البصل والفلفل دي بتطعمها وفي نفس الوقت بتديها لون حلو. بس انا عايزه اسحب ده كده شويه. ايه ده؟ قولي من الحلوه ايه فوطه ده خمر. خليها جوه في امان. جوه انا هخش لك لغايه عندي. بص بقى ماسكه نفسها ازاي كده عادي. شويه بقى تاني نحمر شويه. خلاص على الجمدان. الحمد لله دلع النبي. ودي بس انا بنبص على بص بيكبر ازاي. بصي ده. ما شاء الله كلبس بدأ يلزق في بعض. اه هنسوي على طول. ايه ده يا حبيبي بالراحه عشان اعمل لك فشه الملوخيه. يلا عايزين نسمع. عامله ازاي؟ والثوم بيتحط فيها. الثوم حطيت حته هنا وهحط الباقي هنا. يستوي بقى. ثوم وكزبره وبهارات برضه. هتعملي اللي هي الطشه دي؟ شفت البهارات الحلوه دي؟ اه بحطها هنا برضو مع البتاع بدل المكعب. بس هدوق ملح دي الاول واظبطها. مش الفرخه انا نسيتها ده زمانها اتهرت. حلو بحب الفرخه كده. استوت قوي عايزه اطلعها في مصر عشان ما تكملش تتهري ونحمر. انا فكرتك هتعمليها كامله سليمه يعني. مسلوقه سليمه ما بتبقاش حلوه. دي كده ولا كده؟ ماشي تحتيها حاجه طبق حتى. بس ايه بطل وش يلمس عادي طبق. عشان تحمروا الفراخ حلوه بتعملوا ايه؟ بتصفوها. كل ما اتصفت معاكم سواء هتحمروا في الفرن هتحمروا في طاسه تتحمر. بتتحمر احلى. انما لو دخلتوها فيها ميه وسوائل ما تتحمرش حلو. ليه ما ينفعش نحمرها على طول من غير نسلقها؟ عشان مش طبعا زي الكنتاكي كده عايزه وقت كتير. يكون في طبقه تحميها على ما تستوي عشان ما تنشفش وتبقى مقدده. احمرها لكم في الفرن. مش دي عاملها تبقى عشان وعايزه نحمرها زي زبده بلدي. لا يا باسل هات لي كتله مثلا. كانت الشوربه دي عايزه لسان عصفور. بقى متأكد انت جايباها بس مستخبي في انا حته. مسكت الشكاره وسبتها غالبا والله قال لي كتير واحنا ما بنعملش كتير غالبا. اجيب اكبر؟ اكبر هات واحده. حط دي والله. بصي لحقت خد لون هو ايه اللي خد لون؟ الكفته. ايوه تحمر دلوقتي هتستوي تبقى 100 100. انا عايزه الطاسه الثانيه اكبر واحده. انا حبيتها صراحه. حبيتها عشقتها. كبيره قوي ولا حلوه؟ لا حلوه دي. انا رايي اجيب تاني. لا يا عم ايه ده تحمير. حط معاها شويه زيت كمان. انت كله الطفى عشان انا شلت الحله السخنه دي حطيتها هنا فبيحس بسخونيه فبيروح مطفي على الاخر. وعايز اللي يتعامل معاها بحذر. حاجات شغل كله. ده بتاع دي. انا عايزه كله. الملوخيه ده استوى المفروض وده متعلق على النار على ده. انا مش عايزاها عاليه على ما الملوخيه تفك. المفروض كده كده. بقى نسيت. الرز ده كمان قلبه له دهون اهو. شويه ملوخيه حلوين قوي. بس ولسه التوم هتحليه اكتر. انا مش عارف كده استوى ان الغيار خالص. انت عايز تاكل اهدى حاجه عشان ما يتحرقش. يبقى دي بقى. لا استنى ما تلعبليش بدون. اشوف اتعمل ولا لا. ثواني. بصوا بقى الزبده البلدي عشان ما تتحرقش منكم لازم شويه زيت. في التحمير بالذات لازم شويه زيت. تعملك احلى لو احنا بنعمله كتير. بجد. بكتير. طب ما تقلبش لتحت بالمعلقه دي. خد المعلقه هات له معلقه انا زيت. مش عايزه في الحله يلزق. مش هيلزق الحله دي ما بتلزقش. انا امال لو على الفحم بقى. طعمه حلو قوي برضه. هو الرز بالشعريه بيبقى خطير. ما دام مفلفل كده. وناقصه ميه ولا لا؟ لا لو مستوي هو كده لازم معجن كده مفلفل. لسه مش لوي. انا بعمل ايه؟ انا قلبت ايه بايه وقعتي بايه؟ لسه مفتحش؟ اكد والله. ماشي ده لسه مفتحش. صح؟ ماشي يا حبيبي. عايزه احط شويه عشان تسوي. ليه؟ عشان ما يبقاش وبعدين شوربه معانا لو عايزين نزود شوربه. فاضل له سنه صغيره بس مش عايز ميه. قدمنا فوق كده ولا ده تعالى. عايزين برضه يبقى اطرى اهو شويه شوربه. ما تحطش كتير عشان هو اصلا مش هو عارف. حلو. شويه الشوربه دول حطيت معلقتين شوربه. الاكل النهارده عالمي.
انا قلت لكم امبارح ولا بصي النهارده؟ يا ابويا مش هيصدق ان احنا حد فينا عامل رز صح؟ احنا ايه؟ والملوخيه اتعملت كف عليها. الفرن العجوة اتعمل. اوريهم؟ الفراخ فاضل لها تاكل. اقفلوا بقى عشان تستوي حلو. انتوا عارفين ناقصها ايه؟ الملوخيه دي عيش، ما عندناش عيش صح؟ عادي. عامل مصر. لا ما عصاب الفرن اللي اتصاب فين؟ مش لازم والله. والله هيستوي ثواني رغيفين لمحها عشان ابوك بيحب الملوخيه بالعيش. ماشي يلا. هات لي الفرن الصوب لو فين اللي هو الاسود. هسوي الرغيفين في ثواني على ما الفراخ تتحمر. والله ما اعرف، اسال روز اللي كنا بنعمل عليه الرقاق في رمضان. حاسه ان فضل حاجه كمان. كل شويه هو دقيق الرقاق راح فين؟ محتاج. ما شاء الله عملته في نفس اليوم. عارفه؟ طبق وبشويه دقيق صغيرين. اتعملت خلاص. عايزه تطلع، صور كده كبير منه بس. عايزه حد شاطر ايه ده اهو. يغسل لي بقدونس. شايفين الكفته وجمالها؟ نتحدث عن نفسها. فظيعه. هات كده البتاع. بس انا فاكر ان انت لما كنت بتعملي ده على البتاع كنت بتحطي فحم. ايوه هات فلاش. عندنا فحم اصلا؟ احنا بنعمل هنا اسود كمان. محمد البيض بالعسل في الثلاجه. البيض بالعسل في طبق في الثلاجه. البيض بالعسل. البيض بالعسل. لا مش فاهمة؟ فرن اسود اللي كنت بتمسحيه هنا لما كنا بنعمل الرقاق. فرن اسود زيه بس بالكهرباء. كنا بنسوي عليه. تعرف تجيبه؟ انا خفيت العين الملوخيه عملت ازاي بره. لا ده كبير كده يا روز. كان هنا اسود لوتيت السليم. ايوه هو ده. شويه صغير. فرن ستاف. فرن العيش ستاف هو ده. حطي هنا على العين دي. مش عارفه ينفع هنا ولا لا. ينفع عملت ورا. طبيعي. الملح في اليوم. معلش اخد الملح بسرعه. شغليه يسخن يا روز. نضفيه. لا ابعد لي بقى. معلش الترشيم مظبوط. زي نضفيها بفوطه في اول مش بس من بعيد يعني عشان ايه ما يتقطعش عليك الزيت. ما راح نستفاد هو ايه؟ بس واو. طب حط تلج ولا حط اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى طشه الملوخيه بقى. تعالى اطفي الغاز ده اللي عندي. خلاص انا حبيت خلاص. نلحق الملوخيه. خلاص افتحينا. اوبا. ليه ما عملتش في الشغل؟ هي لا عملت هنا. عملت. لا يا حبيبي مش فين الدقيق اللي قلت لك عليه؟ شويه دقيق. انت مسحتي؟ فين يا محمد البسكوت بتاع اللي قلت لك عليه؟ اهو حطيته لي كده عشان تلحقوا الكفته فين؟ الفراخ طلعها؟ لا الفرخه هسيبها براحتها طالما ما اتحرقتش. شويه يعني نص كيلو كده. حط لغايه ما اقول لك بس. حط كمان. حط شويه كمان. تمام. هينزل منك مره واحده دلوقتي. بس شويه. انا هحط دي يا محمد في الفرن وانت تخلي لي بالك منها ماشي؟ ودي في العشاء. تفحم بس اصبر عليا. كنت لسه هتخش تاني. ركز بس بقول لك عليه. انت عينك هتطلع على الفينو. انا عارفه. حط شويه ملح. بتعملي ده يكون احلى بتاع. منه. الفينو هيبقى احلى من امبارح. نقول ولا بدأ بقى ما يركزش. لا سنة ملح عشان جاع كده. ماشي. وسكر. هات له الزبادي من التلاجة يا محمد. ماشي انا سخنت البتاع. هو ده الايه؟ البوتاجاز طفى يا محمد. الحق بسرعة. الفراخ هتتبس. بص روح انت يا بيه حط معلقة زبادي على العيش. ايه تاني ده؟ لا ملوخية لا. ده؟ لا برضه خلاص. ده ماشي. اعلى حاجة؟ قلت زبادي؟ معلقة زبادي. حط المية. مية الزبادي.
في كل